انجح الناس في العالم زي بيل جيتس وايلون ماسك عندهم قاعده بتقول لو شغلك ما بيخلكش تتعلم حاجه جديده كل يوم يبقى ده مش شغل، ده استنزاف. 12 يونيو سنه 2005 في حفل تخرج طلاب جامعه ستانفورد طلع ستيف جوبز في خطابه وقال لهم ان شغلك هياخد جزء كبير قوي من حياتك، والطريقه الوحيده عشان تعمل بيها شغل عظيم هي انك تحب اللي انت بتعمله، ولو لسه ما لقيتهوش افضل دور وما ترضاش بالقليل. واللي ما يعرفش ستيف جوبز هو مؤسس شركه ابل. ولو انت شغلك عباره عن سبوبات متقطعه ملهاش علاقه ببعض فانت كده بتعمل مجهود ضايع. القوه الحقيقيه ان كل تاسك تعمله يصب ببروفايل يخلي سعرك يزيد المره اللي بعدها. وخليني في البدايه كده اوضح لك الفرق بين المهنه والوظيفه والعمل الحر. الوظيفه هي اللي بتديك مرتب اخر الشهر مقابل وقتك وممكن تختفي في اي لحظه، اما المهنه او الصنعه فهي اللي بتمشي معاك مكان ما تروح ومحدش يقدر ان هو يرفدك منها لانها جوه دماغك وفي ايدك. اما بالنسبه للعمل الحر فانت الموظف والمدير في نفس الوقت، تبيع مهارتك اللي هي مهنتك لاكتر من جهه في نفس الوقت. لازم تكون فاهم ان البني ادم بيشتغل عشان الشغل مصدر رزقه، ورزقه ده 100% فلوس. فلو الفلوس دي جايه من شغل حرام فهي داخله في كل حاجه في حياتك، في بيتك، في عيالك، في جسمك، في اكلك، في كل حاجه حرفيا. ولو كل همك ان ازاي اعيش كويس دلوقتي وبعدين يتوب علينا ربنا فانت غلطان، لان الشغل الحرام ليه ضريبه بتتسحب منك في الدنيا قبل الاخره، بيعمل غشاوه على القلب وتلاقي نفسك دايما مخنوق وقلقان ومش عارف تنام مرتاح، وعندك دايما احساس ان في مصيبه جايه. والاصعب من كده انك لما تقع في دي او ترفع ايدك لربنا بتحس بسد بينك وبين الاستجابه، لان مطعمك ومشربك من حرام. مؤخرا بدانا نشوف اعلانات كتيره انك تشتغل في التداول وتبقى مليونير في اقل من سنه، وان الفن الغنائي فلوسه كتير، وان ده شغل وسعي واجتهاد. واغلب الفنانين والفنانات شايفين ان مفيش نص صريح بيحرم ده، بالرغم من ان هو موجود وواضح قصاد الكل، او ان يكون شغلك الاساسي فعلا حلال بس استخدامك انت ليه هو اللي حرام. زي انك تكون مصمم او مسوق او مبرمج لترندات بتساعد على نشر الاباحيه او تطبيقات مراهنات. انت هنا مش مجرد موظف، انت شريك في كل معصيه. وانا هنا مش جاي اقول لك الشغلانه دي حلال والشغلانه دي حرام، او اني احدد لك ايه الصح وايه الغلط. انا جاي اقول لك ان القاعده القانونيه والشرعيه بتقول الاصل في الاشياء الاتاحه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل الشغل حلال الا اللي عليه دليل انه بيأذي. الشغل الحرام يا جماعه مش مجرد كلمه، ده نشاط بيقع تحت 3 مصايب: 1 اللي بيأذي الناس، 2 النصب عين عينك، 3 ترسف مكنه حرام. اللي بيأذي الناس ده زي انك بتبيع سموم للعقول او للاجسام، زي مواد مخدره او خمور او محتوى بيعزز الغرائز عند الناس. والنصب عين عينك زي انك بتاخد فلوس من حد مقابل وهم او هوى مش مقابل قيمه حقيقيه. اما ترسف مكنه حرام زي انك بتوظف شغلك عشان تقوم باعمال محرمه. وخليني اقول لك ان في فئه معينه كده بتحرم وتحلل بمزاجها، زي موظف مرتشي شايف ان هو كده بيساعد في احتياجات المواطنين وانه يسهل عليهم طلباتهم ولكن بمقابل مادي، او تاجر بيخزن سلع اساسيه الناس محتاجاها زي زيت او رز او سكر او حتى حديد واسمنت، ويستنى لما سعرها يضرب ويولع في السوق ويرجع يبيعها هو بالغالي. انت هنا مش تاجر شاطر ولكن انت محتكر ملعون بتمص دم الناس في عز ازمتهم. وخليني اقول لك ان الشغل مش بس فلوس بتخش جيبك، الشغل هو اثار بتسيبه وقيمه بتقدمها. ولو شغلك ملوش لازمه فانت بتبني مستقبل على رمل، اي موجه وعي هتهدها. واخطر معلومه في العصر الرقمي اللي احنا بقينا فيه ان مش كل دخل بيجي لك معناه انك شغال. في قاعده في اقتصاد البيانات بتقول لما تلاقي خدمه او وسيله بتعمل منها فلوس من غير مجهود ولا حتى مهاره اعرف ان انت المنتج اللي بيتباع. القرش اللي بيجي من شغل ملهوش لازمه او شغل حرام بيسحب منك اغلى حاجه ممكن تملكها وهي قيمتك ووقتك. الانسان اللي بيتعود يكسب من الهوى او من الاذى مهارته بتموت وعقله بيصدي، ولما السوق الحقيقي يفتح بابه بيلاقي نفسه صفر مهارات وما يعرفش يواكب الشغل الشريف اللي بيفتح بيوت بجد. انا مش عايزك تدور على الشغل اللي يملى جيبك وخلاص، دور على الشغل اللي يتقلك ويخلي قيمتك في السوق تزيد كل يوم. وده لان الفلوس بتروح وتيجي بس المهاره هي اللي بتعمل الثروه المستقره. ولو قبلت انك تشتغل شغلانه معينه بمرتب معين فلا يجوز ان تختلس لمجرد ان المرتب مش مجازي. انت كان ليك كامل الحريه تختار تشتغل بالمرتب ده ولا ما تشتغلش، انما تلف وتدور عشان تطلع فلوس مش من حقك وترجع تطلع لها مبرر ده مش صح وحرام. ونصيحه مني انا، لو انت في منتصف العمر ما تموتش نفسك في شغلانه ملهاش لازمه. هيجي واحد يقول لي يعني ايه شغلانه ملهاش لازمه؟ ده اكل عيش يا معلم، صباح الفل. هقول لك يعني انت ما تبقاش شاب في اول العشرينات او نص العشرينات او حتى اواخر العشرينات وتروح تشتغل غفير على عماره
او فرد امن على هايبر ماركت، او مجرد عامل بيشيل من هنا ويحط هنا. الفتره دي لو انت ما عندكش الامكانيه اللي تخليك تواكب العصر الالكتروني وانك تتطور مع الزمن، يبقى على الاقل تتعلم صنعه او مهنه تتسند عليها، لان ده هيزود فرصه انك تبقى في شغل دائم، مش كل شويه تتنطط من شغلانه لشغلانه والعمر بيتسرق منك. كمان اللي عايز اقوله لك ان لازم يكون لك مكان في اي مجال تشتغل فيه، مكان ما يكونش وجودك فيه زي عدمه، غيابك يكون بيأثر على منظومه كامله، زي انك تكون موظف في شركه، او انك تكون سواق نقل عام، او صنايعي في مكتب مقاولات، انك تبقى بتقدم خدمه مهمه مش بتسد خانه لمجرد انك شغال. وانا عارف كويس قوي ان الظروف ما بقتش زي الاول، وان انت ممكن تشتغل اي حاجه عشان تلبي طلبات البيت وطلبات نفسك، ولكن انا قصدي هنا على الناس اللي عندها فرصه او مساحه انها تغير ده وبتبخل على نفسها وتكبر دماغها. زمان قوي في قبيله نابو الجبليه كان الكل بيتحرك زي التروس، الصيادين عضلاتهم مشدوده وهم بيصطادوا الماموس، والستات بتجمع الثمار والجذور، وصنايعيه الرمح بيسنوا الحجر ليل نهار. وسط الملحمه دي والزحمه دي كان في واحد اسمه اوك، واوك ما كانش بيصطاد ولا بيصنع ولا حتى بيشيل حطب. اوك كان اخترع وظيفه لنفسه وسماها مراقب حركه الرياح الشماليه خلف الصخره الكبيره. كان بيقعد من الشروق للغروب حاطط ايده على خده، باصص من ورا صخره صماء في حته مقطوعه، ولو حد ساله وانت بتعمل ايه يا اوك كان بيرد بمنتهى الثقه والغموض: انا اللي بضمن ان الرياح ما تغدرش بالقبيله وهي نايمه، انا حائط السد الاول. وكان بياخد نصيبه من اللحم المشوي كل ليله مقابل مجهوده الذهني الجبار. والقبيله من كتر التعب صدقت ان وجوده بقى مهم، وان الرياح الغداره دي ممكن في اي لحظه تهدهم لو اوك ساب مكانه، لحد ما جه التحول الصادم. في يوم واوك قاعد بيراقب اللا شيء، شاف نحله بريه ماشيه ووراها عسل، سال لعابه، قرر ان هو يسيب ورديته ويمشي وراها لحد ما تاه في الغابه 3 ايام كاملين. والقبيله في ال3 ايام دول عاشوا حياتهم عادي جدا، الاصطياد كمل والنار فضلت والعه، والرياح الشماليه يا عيني كانت هاديه وجميله ولا غدرت بحد ولا نيله. ولما اوك رجع وهو متبهدل دخل القبيله وهو فاكر انه هيلاقيها خراب بسبب غيابه، ولكن اتفاجئ لما لقي كبير القبيله بياكل فخذ غزال وبيظبط رمحه. بص لاوك بكل برود وقال له: ايه ده، هو انت كنت فين يا اوك؟ احنا افتكرناك وقعت في البير ونسينا نطلعك. اوك اكتشف في اللحظه دي ان الخطر اللي كان بيحمي منه الناس موجود في دماغه هو بس، عشان يبرر اكله لفلوس او لحم غيره. غيابه ده ما اثرش في شعره من حياه القبيله، لانه ببساطه كان موظف في شركه الاوهام. ورسالتي ليك انت: لو بكره الصبح سبت شغلك والحياه مشيت عادي ولا كانك موجود، يبقى انت اوك العصر الحديث بتضيع عمرك في حراسه الظل. ويجي حد ويقول لي: انت يا عم شويه ودخلتنا في الشغل الحرام والناس اللي ما عندهاش ضمير، وبعدين الشغل اللي ملهوش لازمه. ايه الشغل كله اللي في الدنيا ما فيهوش عمل بدون مشكله؟ خلاص يبقى العالم يعتذر عن العمل. هقول لك يا عم هات ودنك وواحده واحده وخليني اقول لك ان المشكله مش في الشغل، المشكله فيك انت. ايوه انت ما حدش بيجي يخبط على بابك ويجي يقول لك تعالى اشتغل عندي. انت اللي بتختار الشغل ونوعه والمرتب، وبتختار قيمتك في العمل، وكمان بتختار انك تعامل ربنا ولا تعامل البشر. شفت بقى قد ايه انت ليك كامل الحريه في اختيارك للشغل؟ وكمان عايز اقول لك زي ما قلت لك قبل كده ان عمود حياه الراجل هو شغله، واهم وسيله وافضل وسيله لجلب الفلوس هو العمل. وبالمناسبه الشغل عامل كبير جدا على نفسيتك. لو انت مرتاح والمرتب قليل احسن من ان يكون مرتبك اضعاف بس بتواجه ضغط نفسي وعصبي ياثر على نفسيتك. ولو انت مكمل معايا الحلقه لحد هنا فانزل تحت في الكومنتات وقول لي هل شايف ان كلامي صح ولا انا ببيع لك الهوا. وطبعا لو عجبتك الحلقه ما تنساش تحط اللايك المتين وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم.